المقصود أن على الدعاة، على المشايخ، على الدكاترة، على المعممين أن لا يهونوا عن الشرك فيغروا العامة. حتى وجد لبعضهم محاضرات ودروس وتفسير في مساجد فيها إيش؟ قبور يطوف بها الناس، هو يفسر هنا والناس تطوف بالقبر هناك، ما ينهاهم، يقول هذا ليس بالشرك. ناس يقولون لا إله إلا الله، لأن في ناس عندهم دعوة أن كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر. خلاص، قول لا إله إلا الله هي عصمة من الكفر، حتى لو كفر، حتى لو يشرك بالله عز وجل، حتى لو يسب الله عز وجل، مهما يفعل فقط عنده الإيمان قول، قال لا إله إلا الله فهو مؤمن. هذا غاية الضلال. هذه دعوة إلى ماذا؟ إلى ترك الدين. قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت من الشرك والبدع والمعاصي، واستبح ما شئت وافعل ما شئت. أنت قد قلت لا إله إلا الله. طمعوا الناس بماذا؟ بالمعاصي فحسب؟ لا والله، طمعهم بالإباحية، طمعهم بالإلحاد، طمعهم بمحادة الله ورسوله. تجد بعضهم يتكلم يناقش القرآن وتكلم الصراحة مو مقتنع. شو مقتنع؟ قال الله عز وجل الحديث هذه مشكوك فيها، الله أعلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقلها، تحتاج إلى إعادة نظر. واحد ومات في بلاد العجم، وين العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واللي جامع كتب الحديث كلهم أعاجم، كله في بخارى وترمذ وسمرقند وإلى آخره، كله تشكيك، ويقول لا إله إلا الله اسمه فلان بن فلان، وفي مجتمعنا ومن أبناء جلدتنا. هذا كله موجود اليوم. إذا ما نتصدى لهم بالعلم، بالعلم، مسألة ما هي مسألة ضرب ولا مسألة، لا بالعلم. أنا اتصل فيني واحد يقول والله دكتور في الجامعة فلان بن فلان يقول القرآن يقولون في قراءات، يعني الصراحة شيء في شك. يقول يعني شلون القراءات؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يعني إيش؟ يعني مسألة مشكوك فيها. يعني ربنا ماذا قال؟ فتبينوا ولا فتثبتوا؟ واحد من الثنتين ما يفهم ايش معنى القراءة أصلا، ولا يفهم أن القرآن أنزل. فهكذا كل واحد يمسك طرف. مصيبة المصائب اليوم تدرون إيش؟ أن الناس ما تفرق بين العالم والمثقف.